سلام سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راني جيتكم بهاد لي كورني كيما راكم تشوفوا، يجوا معسلين من الداخل، فيهم واحد البنه. ما نحكي لكمش قبل ما نبداو الفيديو. شوفوا معايا هنايا يا البنات، راح نقطع لكم حبه وتشوفوا من الداخل كيفاش تجي معسله غير بالكاوكاو يا البنات، تجي فيها بنه شابه. ما تنساونيش خواتاتي الى عجبكم الفيديو بجام وتعليق وبارطاج، ونبداو الفيديو نتاعنا. حاجه الاولى، هنايا كنت غربلت الفارينه تاعي، درت 2 كيلات كيما راكم تشوفوا في الفيديو. نزدت عليها بنفس الكيلة تاع زبده تكون طريه كيما راكم تشوفوا. انا دوبتها وخليتها تريح، عطاتني هذا الشكل. نتوما تنجموا ديروها طريه عادي. ودرت مغرف صغيره تاع لافاني. هنايا راح نبسس الفرينه نتاعي كيما راكم تشوفوا، نبسسها غايه وراح نليمها بالمازهر. هنايا المازهر نديروه وحده، ما نديروهش بالماء كيما هكا البنات، وتخلوا العجينه تاعكم طريه. هنايا البنات بسوها مليح مليح، ونبداو نزيدوا المازهر تاعنا غير بشويه، ما تقيسوش في رحبه، غير بشويه حتى تلم لكم. خلوا العجينه تاعكم تكون طريه كيما راكم تشوفوا في الفيديو، ما نعجنوها ما والو، نخلوها تريح واحد الساعه ولا. وانا نروح نوجدوا الحشو تاعي. انا درتها غير بالكاوكاو البنات. هنايا درت 2 كيلات تاع كاوكاو، كنت رحيتهم البنات بالسمك ما رقيق بزاف ما غليظ بزاف، متوسط كيما راكم تشوفوا. درت 2 كيلات ونص، وزدت عليهم شويه تاع قرفه، مغرف صغيره هكا، وزدت عليهم سكر كلاصي. هنا سكر كلاصي انا درت 2 مغارف كبار في 2 كيلات ونص تاع كاوكاو. كيما هكا نخلطوا كاع النواشف في رحبه، ومن بعد عادك باش نروح نزيدوا المازهر نتاعنا. هنا المازهر البنات نديرو غير بشويه، خيما تولي لكم جاريه بزاف باسكو هي اللي قتولي عجينه. هنايا كما قلت لكم زيدوا المازهر كما راكم تشوفوا في الفيديو حتى تولي لنا عجينه. ومن بعد البنات نروح نوجد الشكل اللي راني حباته. راني حابه الشكل تاعي شكل كورني، نروح نوجده. كيفاش نديرو؟ نروح نقطب. انا درت بحجم 30 غرام، رحت كورتها كيما راكم تشوفوا. من بعد من تحت درتها كيما هكا ركيك كيما الشكل تاع كورني. ندير كاع الحبيبات نتاعي البنات ونولي لكم. راني جديدة خواتاتي، ما تنساوش تدعموني بجام وتعليق والبارطاج للفيديو، وجزاكم الله الف خير. راح تلقاوني في التيك توك دايره لا كويزين دو فاتي، في السناب نفس الاسم كويزين دو فاتي، في الانستغرام وفي اليوتيوب عندي نفس الاسم ونفس الفوتو. يعني غادي تكتبوا لا كويزين دو فاتي غادي يخرجوا لكم. ما تنساوش خواتاتي كما قلت لكم تدعموني. وهنايا نكملوا الوصفه تاعنا. بعد ما وجدت كاع الكوريات كما راكم تشوفوا، نروح نحلها خواتاتي بالسمك يكون رقيق شويه، ما تكونش غليظه بزاف. هاد لي كورني البنات يجي فيهم العقده اكثر من العجينه تجي فيها رقيقه كما راكم تشوفوا. راني طبختها ومن بعدها حطيت الحشو نتاعي وقطبت الجهه اللي منا والجهه اللي مليها ولصقتهم في رحبه، وبديت نسكر في الوسط. هنا البنات زيروا غايه في الوسط، باسكو في الوسط كتدخلوهم الكوشه غادي يتحلوا لكم. لو كان ما تصيروهمش بلعوهم غايه ومن بعدك هودوهم كما راكم تشوفوا في الفيديو، وزيدوا طولوهم شويه باش تجيكم الحبه تكون رقيقه وشابه. هنايا جبت النقاش تاعي وبديت نزين في الحبه نتاعي، نقشت من هذه الجهه ونقشت من الجهه الاخرى كما راكم تشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي كما راكم تشوفوا البنات. درتهم كاع في السني، درتهم يطيبوا من تحت ومن بعد شعلت عليهم من الفوق. هنايا وجدت الحسل تاعي ما بلا ما كانت الطيب. الحسل تاعي اللي غيكون واجد كما راكم تشوفوا خواتاتي. انا في كيلة نتاع حسل ندير تقريبا 2 مغارف نتاع مازهر كما هكا، نخفه مليح ونوجده نخليه. بعد كي يطيب لي كورني تاوعي نحطهم هما حامين كما راكم تشوفوا. هاكي طابوا لي، خليتهم يحمروا غير شويه، ما كترتش وقلعتهم. وهنايا نخليهم في الحسل تقريبا 5 دقائق ولا،
ومن بعد نقلبهم الجهة الأخرى وتاني نخليهم 5 دقائق تقريبا، ومن بعد نقلعهم البنات وهكا يكونوا واجدين. بعد ما يقدروا لي عادك باش نديرهم في الكيسات. وهنايا في التزيين البنات انا خيرت التزيين في من الفوق نزينه غير بالكاوكاو كيما راكم تشوفوا، كاوكاو كنت رحيته وزينت به حبه تاعي من الفوق. وهذه هي البنات لي كورني تاعي يكونوا واجدين درتهم في الكيسات. وجربوا البنات هذه الوصفه راح تجي بنينه بزاف، تجي فيها واحد العقده البنات، تجي من الداخل معسله كاع، ما ديروش الحسل بزاف راح تلقاوها من الداخل تكون معسله. هذاك المظهر اللي درناه في الحشو تاعي هو اللي راح يمدلها ذوق شباب. ما تنساونيش خواتاتي الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش ابجام وتعليق وبارطاج، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.